السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أولياء أمور طلبة وطالبة الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هنتكلم عن شخصيات مصرية مؤثرة، وهنتكلم عن شخصية دكتور جمال حمدان وكمان الفنان سيد درويش. طبعا الشخصيتين دول فعلا من الشخصيات المصرية المؤثرة، لأن كل واحد فيهم تميز في مجال مختلف عن الآخر. فأول شخصية معانا يا ولاد هي شخصية دكتور جمال حمدان، ومفيش جغرافي أو أي حد مهتم بدراسة علم الجغرافيا وما يعرفش مين دكتور جمال حمدان، لأنه طبعا عالم جغرافي مشهور جدا في مجاله. وبما إن مش كل الناس مهتمية بدراسة علم الجغرافيا، ففي ناس فعلا كتيرة ما تعرفش مين هو دكتور جمال حمدان. دكتور جمال حمدان يا ولاد هو عالم جغرافي وكاتب معروف بحبه الشديد لوطنه مصر وإخلاصه لها. اتولد فين؟ اتولد في محافظة القليوبية عام 1928، واهتم بدراسة مصر، فكتب عن موقعها بالنسبة إلى العالم وخصائصها الجغرافية وتاريخها وحضارتها، واهتم بدراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، وذلك لتأثيرها في تشكيل شخصية مصر. طيب ايه هي اهم اعمال ومؤلفات دكتور جمال حمدان؟ طبعا هنلاقي ان دكتور جمال حمدان كرس حياته كلها يا ولاد للكتابة، فألف اكثر من 25 كتابا باللغتين العربية والانجليزية، ونشرت له مقالات متعددة في الصحف والمجلات. طيب برضو ايه هي اشهر كتاباته؟ لسه معرفناش. كتابه الرائع شخصية مصر، الكتاب اسمه شخصية مصر الذي احتاج لإتمامه عارفين كم سنة؟ 10 سنوات من الجهد والعمل، والذي نشر عام 1985 ميلادية، مما يدل على مثابرته من أجل تحقيق هدفه. طبعا شايفين يا ولاد المدة قد إيه اللي بدأ يكتب فيها الكتاب، 10 سنين، طبعا مدة طويلة جدا. طب يا ترى إيه هي الجوائز التي حصل عليها دكتور جمال حمدان؟ حصل على العديد من الجوائز، وقد تم اختياره شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 51 لعام 2020 ميلادية تقديرا لأعماله ومكانته كمفكر وعالم مصري قدير. دكتور جمال حمدان يا ولاد اتوفى عام 1993 ميلادية، وترك رصيدا علميا لا يزال يتعلم منه الكثيرون. ودي كانت شخصية دكتور جمال حمدان يا ولاد، اللي انا اتبسطت جدا النهارده ان انا اعرفها لاولادي طلاب الصف الرابع الابتدائي. اتكلمنا كده عن ايه بشكل سريع؟ اتكلمنا عن مولده وحياته، قلنا اتولد في محافظة القليوبية عام 1928، واهم اعماله طبعا هو كتاب شخصية مصر اللي قعد يكتب فيها 10 سنين، وكمان قلنا ان هو حصل على العديد من الجوائز، وتم اختياره شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 51 لعام 2020 ميلادية، وكمان عرفنا انه توفى عام 1993 ميلادية. طيب تعالوا كده نشوف الشخصية التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة، وهي شخصية الفنان سيد درويش. طبعا يا ولاد سيد درويش مطرب وملحن مصري، لحن وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءا من التراث المصري، ولقب بأبو الموسيقى المصرية الشعبية. يبقى مين هو أبو الموسيقى المصرية الشعبية؟ هو الفنان سيد درويش. طيب اتولد فين سيد درويش، وكانت ايه هي أهم أعماله؟ تعالوا نشوف. ولد في حي كوم الدكة محافظة الإسكندرية عام 1892 ميلادية. عمل في شبابه في مجال البناء ليوفر المال لأسرته قبل أن تكتشف مواهبه الموسيقية. يبقى كان مهنته الأولى إيه؟ مهنته الأولى هو عامل بناء. طيب ليه اشتغل عامل بناء؟ ليوفر المال لأسرته. طيب يا ترى ليه ولاد سيد درويش أصبح بعد كده من الفنانين المميزين والمشهورين؟ تعالوا نشوف. عشق الموسيقى العربية القديمة ومزجها بالفن الشعبي المصري الفلكلور والآلات الموسيقية الغربية، ليؤلف ألحانا ملهمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. اشتهرت موسيقاه بين الناس بسبب موضوعاتها الاجتماعية والوطنية. كان سيد درويش يرى أن الموسيقى وسيلة للتعبير عن المشاعر وليست فقط للترفيه. وأهم ما قال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: سيد درويش هو الذي جعلني أستمع للغناء بحسي وعقلي. وفي الجزئية دي يا ولاد ممكن يجي لنا كذا سؤال مهم، مثلا بما تفسر اشتهرت موسيقى سيد درويش بين الناس؟ الإجابة هتكون بسبب موضوعاتها الاجتماعية والوطنية. ده علامة صح أو خطأ. كان سيد درويش يرى أن الموسيقى وسيلة للترفيه فقط. طبعا الإجابة هنا العبارة هنا خاطئة، وذلك لأن سيد درويش كان يرى أن الموسيقى وسيلة للتعبير عن المشاعر وليست فقط للترفيه. طيب ايه هي مؤلفات سيد درويش يا ولاد؟ ألف خلال حياته العديد من الأغاني والمسرحيات الغنائية، وكانت ألحان وأغاني سيد درويش تتصدر مظاهر الاحتفال في ثورة 1919 ميلادية، فما أن تذكر الثورة إلا وتذكر معها أغانيه الخالدة.
اشهر اغانيه اغنية قوم يا مصري واغنية انا المصري كريم العنصرين. طبعا دي اغاني قديمة ومشهورة جدا، لو سألت بابا وماما كده عليها اكيد هتلاقيهم عارفينها. ولا اقول لك تعالى كده انا وانت نسمع جزء من هذه الاغنية. العظيمة الباقية حتى اليوم. أكيد طبعا كلنا عارفين إن نشيد بلادي بلادي اللي لحنه هو الفنان سيد درويش، وأصبحت النشيد الوطني المصري هي أغنية بلادي بلادي. وطبعا أغنية بلادي بلادي دي من أشهر وأكثر أعماله شهرة. تمام، تعالوا كده نراجع سريعا بقى على كل اللي قلناه تاني على سيد درويش. قلنا طبعا إن هو مطرب وملحن مصري، لقب بأبو الموسيقى المصرية الشعبية، ولد بمحافظة الإسكندرية في حي كوم الدكة عام 1892، وألف العديد من الأغاني والمسرحيات. اتوفى امتى سيد درويش يا ولاد؟ اتوفى عام 1923 ميلادية، وترك تراثا موسيقيا وغنائيا كبيرا. وبكده يا ولاد نكون درسنا شخصيتين مختلفتين من الشخصيات المصرية المؤثرة، ولكن كل منهم كان متميز في مجال مختلف عن الآخر، وكذلك كل منهم أفاد بلده في مجال مختلف عن الآخر. السؤال بقى المهم هنا، ما هي الإنجازات الأكثر أهمية لكل من دكتور جمال حمدان وكمان الفنان سيد درويش؟ نيجي لدكتور جمال حمدان وهنقول ان اكثر الانجازات اهمية لدكتور جمال حمدان انه الف كتاب شخصية مصر. الكتاب ده يا ولاد من الكتب المميزة جدا، اهتم فيه دكتور جمال حمدان بدراسة الجوانب المختلفة لمصر وتأثيراتها على تشكيل شخصية مصر. تمام، سواء بقى كان موقعها او الاقتصاد بتاعها او الخصائص الاجتماعية او غيرها، درس مصر من جميع الجوانب. تمام. طيب بالنسبة بقى للفنان سيد درويش، عمل ايه مميز في حياته او ايه اكثر الانجازات اهمية للفنان سيد درويش؟ انه طبعا لحن نشيد بلادي بلادي والذي اصبح النشيد الوطني المصري. طبعا كلنا يا سنة رابعة أول حاجة بنعملها واحنا في المدرسة صباحا كده بتعمل تمريناتك الرياضية، وكمان بتقف في الطابور بتاعك وبتحيي العلم، وطبعا كلنا مع بعض بنقول النشيد الوطني بلادي بلادي. طبعا وانت دلوقتي بقى بتقول النشيد بلادي بلادي أكيد عارف مين اللي كتبه وكمان مين اللي لحنه. اللي كتب طبعا محمد يونس القاضي، وكمان اللي لحنه الفنان سيد درويش. تمام. طيب انت كمان بقى سنة رابعة لما تكبر ان شاء الله وتتخصص في اي مجال من المجالات، حاول انك تكون مميز وتقدم لبلدك انجازات مهمة ومفيدة ليك، طبعا مفيدة ليك ولعائلتك وكمان لوطنك. ولازم كمان يا سنة رابعة